شاء الله النهارده هنتكلم عن أول محاضرات في محاضرات الماس فاندامنتال وهي بعنوان السيتس. احنا عايزين نعرف يعني ايه سيتس دي أليف ب ماس. تمام، بيقول لحضرتك إن الست دي هي في الآخر هي مجموعة، المجموعة دي هي كوليكشن من الأوبجكتس أو الإيليمنت، هي عبارة عن مجموعة من العناصر. لو أنا خدت مثال قدام عينك أهو، لو أنا قلت إن ال A بتيكوال الإيليمنت الواحد والاتنين والأربعة، الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة، وبالتالي لو أنا هوصف الشكل ده فبقول إن ال A هي عبارة عن ست، عبارة عن مجموعة يعني، والنمبرز اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة دي في الآخر element. تمام؟ طيب وبالتالي إحنا نبقى عارفين إن دي شكل الإيه؟ شكل المجموعة. العلامتين دول بنسميهم علامات المجموعة اللي بنسميهم كيرلي براكتس، كيرلي براكتس. طيب دي أول حاجة. الحاجة التانية عندنا إحنا عايزين نعرف إزاي نعبر عن الست. عندنا طريقتين للتعبير عن الست، إن أنا هعرف أو هعبر عن الست بتاعتي إزاي. قال لك الطريقة الأولانية طريقة الحصر، بنسميها listing form. listing form إن حضرتك بتيجي تقول والله المجموعة بتاعتي عبارة عن الأرقام 2 4 6 8، يبقى أنا حصرت الأرقام جوه المجموعة بتاعتي. تمام كده، ودي الطريقة الأكثر استخداما في كتب الرياضة كلها. تمام كده. طيب الطريقة التانية عندنا وهي طريقة الوصف، إن أنا بدل ما هقول الأرقام كده كلها على بعضها، لا أنا هوصف الأرقام دي. تمام، بنسميها السيت بيلدر فورم. يجي ازاي؟ مثلا يقول لك والله ان A بتيكوال X، X ده عبارة عن variable متغير، المتغير ده بيمثل كل عنصر من العناصر اللي موجودة جوه المجموعة. ودايما هقوم قايل اكس واعمل بعدها شرطة واقفة كده، دي معناها حيث ان اكس ده مين بقى؟ هيجي يعرفه لك بعد كده. اكس ده is an even number less than 10، ان اكس ده هو عنصر في الاخر، هو even number، رقم زوجي، وفي نفس الوقت اقل من 10، اللي هو من الاخر مين؟ الاثنين والاربعه والسته والثمانيه. تمام كده. ممكن الطريقه ما تبقاش وصف لفظي بالشكل اللي احنا قلناه ده، ممكن تكون ممكن تكون لفظ رياضي. اجي اقول لك مثلا اكس حيث ان اكس اقل من الاربعه، هسيبها لك مفتوحه؟ لا. او ما جاي لك بعدها كده واقول لك ان اكس تنتمي لان، ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك يبقى انت الارقام الطبيعيه صح، يبقى انا محتاج اخد الارقام الطبيعيه، لان انا قلت لك اكس اقل من 4 وانت قلت لي 3 ونص، قلت لي 2 ونص، يبقى انت دخلت لي الراشونال نمبر. لا، انا مش عايزك تدخل لي الارقام النسبيه، انا عايزك تقول لي والله ان هي الناتشرال نمبر. تمام، الارقام الطبيعيه. وبالتالي يبقى انا عندي ايه بتيكوال ايه؟ بتيكوال واحد. لو انا حولتها لطريقه الحصر بقى يبقى واحد واثنين وثلاثه. يبقى انا من الاخر كده بيتم وصف الست عن طريق لا اما بحصرهم بالارقام اللي انت شفتها دي كده، او ان انا بوصف وصف رياضي، وصف رياضي او وصف لفظي زي دي وزي دي. تمام. طيب دي كده اول حاجه. عندنا بعض النوتس المهمه جدا في تحليلنا للسيتس دي. ايه النوتس اللي عندنا؟ قال لك والله اول حاجه خالص not repeat element inside the set. حضرتك ما تكررش عنصر داخل المجموعه. يعني لو جيت قلت لك ايه بتيكوال 2 3 و4 ورجع عملت لك 2، يبقى انا كده قررت مين؟ قررت الاثنين صح، وبالتالي الطريقه دي كده غلط. ما ينفعش تعمل الحركه دي، ما ينفعش انت تكرر element جوه مين؟ جوه المجموعه. تمام، يبقى انا النوت ايه؟ نوت ريبيتيشن، ما تكررش. الحاجه الثانيه عندنا ان الارينجمنت از نوت امبورتنت، ان الترتيب بتاع حضرتك مش مهم. يعني لو انت جبت لي 3 بعد الاربعه وبعدها قمت جايب لي الخمسه وبعدها قمت جايب لي الاثنين، يبقى انا ده عادي صح، مفيش ادنى مشكله. المهم عندي ان انت ما تعملش ريبيتيشن، ما تكررش. تمام. عندنا حاجه ثالثه بتقول لسيادتك ان الامبيتي ست دي اللي هي الايه؟ المجموعه الفارغه. صحيح، المجموعه الفارغه دي هي مين؟ فاي. يعني انا قلت فاي يبقى هي انا اقصد بيها مين؟ الام بي تي ست اللي هي دي. تمام. طيب الاثنين دول كده بنسميهم ايه؟ كيرلي براكتس. تمام كده، براكتس ولكن بشكل كيرلي كده. تمام. طيب عندنا ملاحظات برضو مهمه قوي، ان احنا عندنا بيقول لسيادتك ايه؟ الرمز ده معناه belongs to، يعني تنتمي إلى، والرمز ده doesn't belong to، يعني لا تنتمي إلى. الاتنين دول بستخدمهم إمتى؟ بستخدمهم لما حضرتك تكون عايز تقارن ما بين element رقم وما بين مجموعة فيها الكيرلي براكتس. تمام؟ يبقى رقم بقارنه أو element بقارنه بمجموعة، استخدم لا إما تنتمي لا إما لا تنتمي، طبقا إذا كان الرقم ده موجود داخل الإيليمنت، داخل الست ولا لا. تمام كده. طيب على عكس مين بقى؟ على عكس الرمز ده. الرمز ده معناه subset of، وده not subset of.
ده بنستخدمه between two set، لما انا هكون عندي كيرلي براكتس، تمام، وكيرلي براكتس، هنا استخدم ما بينهم مين؟ لا اما سبست اوف جزئيه من، لا اما مش جزئيه من، تمام كده، نوت سبست اوف، تمام. وبالتالي اذا كانت المجموعه دي جوه المجموعه دي ناخد سبست اوف، لو لا ما ناخدش سبست اوف، تمام كده. تمام، يبقى دي معناها جزئيه من ودي مش جزئيه من، تمام. الفاي هي في الاخر subset of any set. ليه قلت subset of؟ ما قلتش تنتمي، اقول لستك ما احنا قلنا الفاي دي هي في الاخر مجموعه، هي empty set اللي هي مجموعه فارغه لكنها في الاخر مجموعه، وبالتالي هقارنها باي مجموعه ثانيه بغض النظر المجموعه دي فيها ارقام عامله ايه او فيها element عامله ايه، يبقى انا هستخدم مين؟ هستخدم السبست اوف، تمام. طيب عندنا رمز الانترسكشن، رمز التقاطع، ده بيكون رمز انترسكشن التقاطع، ده رمز اليونيون الاتحاد، ده رمز الديفرنس اللي هو علامة الناقص دي، ديفرنس الفرق، تمام كده. لما اجي اقول لسيادتك اكس انترسكت الواي معناها روحات الارقام او الاليمنت المشتركه في المجموعتين اكس ومين؟ اكس وواي. انما لما اجي اقول لك اكس اليونيون الواي معناها روحات العناصر الموجوده في اكس واللي موجوده في واي، تمام. بس خلي بالك دون تكرار، ليه؟ ان اي مجموعه ما ينفعش ان انت تكرر فيها عنصر، ده احنا ده شرطنا من الاول خالص، تمام. طيب وبالتالي بعد كده عندنا الاكس ديفرنس واي معناها روحات الارقام اللي موجوده في اكس ومش موجوده في واي، تمام. لو قلت واي ديفرنس الاكس الواي الاول، تمام كده، دي معناها روحات العناصر اللي موجوده في واي ومش موجوده في اكس، يبقى انا يهمني مين؟ عناصر موجوده في الاول، تمام، ومش موجوده في التاني، عناصر موجوده في الاول ومش موجوده في التاني، تمام كده. دول كده الاربع حالات اللي عندنا. طيب هنا بقى بيقول لك true or false for this expression. عندنا واحد، تمام، ومجموعه، يعني element ومجموعه. مبدئيا احنا استخدمنا الرمز الصح، تنتمي او لا تنتمي، طبقا لايه؟ لو الواحد موجود جوه جوه الست يبقى انا هستخدم تنتمي، يبقى بالتالي الاكسبريشن دي صح. لو انا جيت قلت لك اتنين ومجموعه يبقى element ومجموعه، يبقى تنتمي او لا تنتمي، يبقى الاكسبريشن مبدئيا صح. هل الاثنين موجوده؟ لا مش موجوده، يبقى استخدم لا تنتمي، وبالتالي الاكسبريشن برضو ايه؟ صح، تمام. لو جيت قلت لك اربعه ومجموعه، لا انت كده استخدمت لي element، تمام، واستخدمت لي مجموعه. طب الاربعه موجوده، اقول لك لا يا فندم، انت استخدمت الرمز غلط، استخدمت الرمز غلط، المفروض دي كانت تنتمي وليس سبست اوف، وليس جزئيه منه، تمام كده. وبالتالي الاكسبريشن ده ايه؟ غلط، رغم ان الاربعه موجوده هنا وموجوده هنا، تمام كده. طيب يبقى انا عندي هنا استخدمنا الايه؟ الاكسبريشن. طيب سالب 7 نوت سبسيت اوف البتاع ده، هي سالب 7 مش موجوده فعلا، لكنك استخدمت الرمز الغلط. ليه؟ احنا بنقارن ما بين element ومجموعه، تمام، 6، وبالتالي الاكسبريشن بتاعي غلط، رغم ان السالب 7 مش موجوده، اقول لك يا فندم بس انت استخدمت الايه؟ الرمز الغلط. طيب جيت قلت لك المجموعه 3، والمجموعه 2 و3 و4 و6، يبقى انا استخدم هنا ايه؟ سبس، اللي هي بقارن ما بين مجموعه ومجموعه، تمام، يبقى الاكسبريشن ده صح، والثلاثه فعلا موجود، فنستخدم ايه؟ نستخدم السبس. طب لو الاثنين قلت لك مجموعه ومجموعه، استخدم تنتمي ولا تنتمي؟ لا، يبقى ده اكسبريشن ايه؟ غلط، رغم ان الاثنين مش موجوده، بس خلي بالك انت مستخدم هنا ايه؟ استخدم لا تنتمي. تعرف لو كنت كاتبها غير جزئيه من او مش جزئيه من، يبقى كنت اقول لك العلاقه صح او الاكسبريشن صح، تمام كده. خلي بالك من الكلام ده. طيب لما اجي اقول لك بقى المجموعه 3 و9، اختار واحده من دول بالنسبه للمجموعه 3 7 8 9، يا فندم دول مجموعتين، يبقى انا الاختيار ما بين سبست اوف ونوت سبست اوف، واحده منهم طبقا لايه؟ طبقا هل دول موجودين جوه ولا لا. الثلاثه والتسعه موجودين، يا فندم الثلاثه والتسعه موجودين، وبالتالي بستخدم مين؟ بستخدم السبست، تمام كده. دي كده حاجات اساسيه عندنا في الفرع الالجبري، تمام. يقول لي سيادتك في الاكزامبل ده لو x ايكوال 1 و2 و3 و4 وy 1 و3 و5 و7،
وانا عايز الاكس يونين الواي، اكس انترسكت الواي، اكس ديفرنس الواي، واي ديفرنس الاكس، وهكذا. طيب الاكس يونين الواي ايكوال، بروح اجمع كل العناصر اللي موجوده هنا وموجوده هنا وما اكررش، الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، احطهم كده جنب بعض. تمام كده. بعد كده الواحد عملناها مره خلاص، الثلاثه عملناها مره خلاص، الخمسه لا، يبقى نحط الخمسه. تمام. السبعة لأ، نحط السبعة. يبقى أنا كده عملت إيه؟ يونيون ما بين الإكس والواي. الإكس انترسكت الواي، بروح أشوف الأرقام أو الإيليمنت المتكررة هنا وهنا. ألاقي عندي الواحد، تمام، متكرر هنا وهنا أهو. وألاقي عندي مين تاني؟ التلاتة. دول بس الأرقام المتكررين في الإيه المجموعتين، وبالتالي يبقى واحد وتلاتة. إكس ديفرنس الواي معناها روح هات العناصر الموجودة في واي أو الموجودة في إكس ومش موجودة في واي. ايه العناصر اللي موجوده في اكس ومش موجوده في واي؟ الاقي الاثنين ومين والاربعه. الاثنين دول، الاثنين والاربعه، مش موجوده في واي خلاص، وموجوده في اكس مش موجوده في واي خلاص. يبقى هم دول الارقام الايه؟ اكس ديفرنس واي. لو عكست قلت واي ديفرنس ديفرنس اكس، يبقى روح شوف العناصر اللي موجوده في واي ومش موجوده في اكس. الاقي مين؟ خمسه والسبعه. تمام. لاحظ بقى بعض النوتس المهمة جدا عندنا. بنقول لسيادتك لو جيت قلت إن A and B are disjoint، إمتى الشرط ده يتحقق؟ قال لك لو أنا بجيب الانترسكت ما بين ال A وال B، ال A وال B دول مجموعتين، دي مجموعة ودي مجموعة، وأنا عايز أجيب التقاطع ما بينهم. لو التقاطع ما بينهم طلع فاي، مجموعة فارغة، تمام؟ يعني ما طلعش حاجة في الآخر، مفيش تقاطع ما بينهم، ساعتها نقول إن A و B الاتنين دول disjoint. لو في تقاطع يطلع يبقى جوينت، A والبي جوينت. تمام. لو مفيش تقاطع يبقى ديس جوينت. عشان بيجي في الأسئلة يجي يقول لك هل المجموعتين دول دو جوينت، معناه هل المجموعتين دول التقاطع بتاعهم بفاي ولا لا. تمام. أنا بكتب لك بالعامية عشان أنت وأنت بتذاكر تبقى فاهم أنت بتعمل بتقول إيه، بتشتغل على إيه. تمام كده. طيب في عندنا حرف اليو كابيتال، ده بنسميه اليونيفرسال سيت، هي المجموعة الكلية اللي بتشمل جميع العناصر الممكنة في السؤال. المجموعة الكلية اللي بتشمل جميع عناصر أو جميع الإليمنتس الموجودة في السؤال. تمام كده. دي بقى دي اسمها الإيه؟ اليونيفرسال سيت. طيب عندنا حاجة مهمة برضو بنسميه الفين دياجرام. الفين دياجرام ده يا فندم ده عبارة عن دياجرام، رسمة كده بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده كده. تمام. وبنمثل فيها اليونيفرسال سيت عبارة عن حرف ايه؟ عباره عن شكل مستطيل. تمام كده. ده كده مين؟ اليونيفرسال سيت. وكل مجموعه معانا بنمثلها بشكل دايره. فباجي مثلا واعمل ايه؟ والله عندي مجموعه ايه وعندي مجموعه بي. المجموعه ايه بتتقاطع مع المجموعه بي مثلا في الارقام التاليه، قوم كاتب له الارقام هنا. تمام. والارقام اللي مش موجوده اكتبها له هنا، الارقام اللي مش موجوده اكتبها له هنا، تكون موجوده في ايه ومش موجوده في بي، واللي موجوده في بي ومش موجوده في ايه، وهكذا. تمام كده. يبقى الشكل ده كده بنسميه الايه؟ الفين دياجرام. بنستخدمه تو شو عشان نوضح الريليشن شيب بتوين مين؟ بتوين السيتس، العلاقه بين السيتس وبعضها. تمام كده. طيب مثال بقى بيقول مهم جدا، بيقول لسيادتك ايه؟ لو يو اللي هو اليونيفرسال سيت عندنا عباره عن واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. تمام. دي كده كل الارقام الممكنه في السؤال. قال لك ايه؟ ان ايه جزئيه من اليو. تمام. جزئيه من اليو. وان ايه دي عباره عن 2 و4 و6. هي فعلا 2 و4 و6. وهنا استخدم جزئيه لان الاي دي مجموعه صح، واليو دي مجموعه، وبالتالي استخدم ايه؟ جزئيه لان الارقام موجوده هنا. تمام كده. قال لك انا عايز بقى مين؟ عايز الاي داش. اي داش دي معناها هات لي الكومبلمنت بتاع المجموعه ايه. الكلام ده مهم قوي. يعني ايه هات المكمله للمجموعه ايه؟ المكمله بالنسبه لايه؟ بالنسبه لليونيفرسال سيت. يعني انا اشوف الايه، عندي الايه دي عباره عن 2 و4 و6. تمام. في اليونيفرسال سيت شيل الاثنين وشيل الاربعه وشيل السته اللي هم بتوع الايه، يبقى باقي الارقام دول هم دول بالنسبه لي اللي بيكملوا مين؟ بيكملوا اليونيفرسال سيت. يبقى لما اجي اقول لك الايه داش دي عباره عن ايه؟ عباره عن واحد وثلاثه وخمسه وسبعه. تمام كده. يبقى دي مين؟ الايه داش اللي هي الكومبلمنت اوف الايه؟ اوف الاي سيت او السيت ايه. تمام. طيب احيانا ما يجيبلكش يجيبها لكش كده بطريقه الحصر، لا يقوم جايبها لك ايه؟ يجيبها لك بالطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الرياضيه. اقول لك اكس ده عباره عن فاريبل بيعبر عن كل element داخل الايه؟ داخل المجموعه، وبعدها على طول بقوم عامل شرطه كده معناها حيث ان اكس اقل من
أو تساوي 10. تمام. وإن إكس بينتمي لإن، ده معناه إن حضرتك الإكس ده عبارة عن 1 و2 و3 لحد 9. تمام. مفيش أرقام كسرية، مفيش صفر، مفيش أرقام سالبة، لأنه قال لي الإكس تنتمي لمين؟ لإن. طب ليه قال تنتمي؟ أقول لك يا فندم، ما إكس ده في الآخر element صح؟ ما هو بيعبر عن element. هو variable بيعبر عن element. تمام. بالتالي نستخدم إيه تنتمي. حلو أوي. وقام مديك الايه، قال لك الايه دي عباره عن 1 و2 و3، وقام مديك البي عباره عن 5 و4 و6، والسي عباره عن 2 و4 و6، وطلب منك شويه مطالب. اولا طالب منك ان انت تجيب الايه تحاد البي تقاطع السي. نعملها ازاي؟ ببساطه خالص، روح اجيب الايه القوس ده الاول، البي تقاطع السي. تمام. بيتقاطعوا في ايه؟ الاقي البي والسي بيتقاطعوا عندنا هنا 5 والأربعة والستة، عندنا الأربعة، يبقى أنت عندك الأربعة والستة هنا. تمام. والأربعة والستة هنا، يبقى ده التقاطع ما بين مين ومين؟ البي والسي. روح اعمل لهم تحاد بقى مع الإيه، الواحد والاثنين والتلاتة، فبالتالي المجموعة الناتجة في الآخر تبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد واثنين وتلاتة وأربعة وإيه؟ وستة. تمام كده يا فندم؟ دي كده الإيه؟ أول سؤال عندنا. تمام. السؤال التاني عندنا بيقول لك انا عايز ايه اتحاد البي تقاطع السي. ايه اتحاد البي؟ A والبي يبقى عباره عن 1 2 3 والاربعه والخمسه والسته، يبقى من واحد لحد ايه 6. تقاطع بقى مين بقى؟ تقاطع السي. تقاطع السي اللي هي 2 و4 و6، يبقى الاقي في الاخر الكام؟ الاقي في تكون من واحد لحد السته، وهنا السي عباره عن 2 و4 و6، يبقى في الاخر السؤال ده كله هيبقى عباره عن كام؟ عباره عن السي اللي هي مين؟ الاثنين والأربعة والستة، دي التقاطع ما بينهم. تمام. جه بعد كده قال لك ال A difference B. A difference B، ال A عبارة عن واحد واثنين وتلاتة، وشوف الأرقام الموجودة في A ومش موجودة في B. هلاقي إنه إيه؟ إنه مفيش أرقام، كل الأرقام اللي في A مش موجودة في B أصلا، وبالتالي الحتة دي القوس ده ينتج عنه مين؟ ينتج عنه A. تمام. يبقى A difference مين؟ difference C. الموجود في A مش موجود في C. تمام. الاتنين موجود، يبقى الواحد والتلاتة، يبقى ده السؤال ده يطلع كام معاك في الآخر؟ يطلع معاك واحد وتلاتة. تمام. بعد كده قال لك ايه ديفرنس البي والسي. البي ديفرنس نجيب دي الأول، بي ديفرنس سي الموجود في بي ومش موجود في سي. تمام. ايه اللي موجود في بي ومش موجود في سي؟ هلاقي الخمسة. تمام. أنا عندي هنا المجموعة خمسة. تمام. حلو أوي. طب الايه ديفرنس المجموعة خمسة، هلاقي برضو إن هي في الآخر تطلع مين؟ المجموعة ايه؟ لأن مفيش خمسة هنا أصلا. بالتالي كل الأرقام اللي في ايه مش موجودة أصلا في difference ده اللي هي الخمسة، وبالتالي مين رقم أربعة دي تطلع مين؟ مجموعة إيه في الآخر. تمام كده، اللي هي واحد اتنين وتلاتة. حلوة. خمسة بيقول لستك أنا عايز البي داش فرق السي داش. أروح أحسب البي داش الأول. البي داش يا فندم عبارة عن إيه؟ كل العناصر اللي بتكمل الإيه اليونيفرسال ست وما تكونش البي. تمام؟ طيب احنا عندنا البي عبارة عن كام؟ احنا قلنا إنه اليو ده عبارة عن إيه أصلا؟ اليو ده عبارة عن من واحد، صح كده؟ لحد العشر. واحد لحد العشر، نعملها سهم كده. تمام. والبي عبارة عن أربعة وخمسة وستة. حلو أوي. يبقى أنا عندي كل العناصر الباقية إيه؟ كل العناصر الباقية من الواحد لحد التلاتة. تمام كده، واحد واثنين وتلاتة يعني. وبعد كده من السبعة لحد مين؟ لحد العشر، اللي هو السبعة تمانية. احنا طبعا بنكتبهم يعني واحد اتنين تلاتة أربعة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام كده، يبقى ده مين؟ البي داش. بعد كده السي داش. السي داش يبقى عبارة عن كام بقى؟ نفس الفكرة، الواحد والتلاتة أهو. واحد تلاتة. الأربعة موجودة لأ، يبقى ناخد الخمسة. ستة موجودة. سبعة تمانية لحد بقى إيه؟ لحد عشرة. تمام. حلو أوي. راح أجيب بقى الفرق ما بين الاتنين دول. طيب احنا قلنا بقى الفرق اللي هو إيه؟ شوف الموجود هنا ومش موجود هنا. الواحد للتلاتة موجود هنا يا باشا. تمام. السبعة لحد عشرة، هنلاقي من السبعة لحد عشرة برضه موجودة هنا. تمام كده، وبالتالي إيه بقى؟ وبالتالي المجموعة دي يطلع عندك كل اللي موجود هنا موجود هنا، بالتالي إيه؟ مفيش حاجة، يطلع فوق.
يطلع في الاخر الناتج بتاع 5 ده فاضي. حاجه غلط بقى. نجيب ماشي. من 1 2 3 7 8 9 10. ماشي. احنا خلي بالك احنا غلطنا من حاجه. احنا هنا من 1 ل3، لا دي 1 و3. تمام كده، 1 و3 مش 1 ل3، هنا الاتنين موجودين. وبالتالي الاتنين دي هي العنصر الوحيد اللي موجود هنا ومش موجود هنا. تمام كده، وبالتالي الرقم ده احنا ما خدناش بالنا منها، يبقى يطلع الناتج معاك في الاخر كام؟ يطلع معاك الناتج في الاخر مجموعة 2. تمام. انا كده كده هكتب لك الحل كله بالتفصيل تحت يعني. اي داش فرق الاي، طبيعي الاي داش فرق الاي يطلع فاضي. كأنك بالظبط كده بتقول لي ايه؟ الارقام الباقية في الاي بالنسبة لليو. تمام، اللي هو ايه؟ لو عندي الاي مثلا 1 2 3، يبقى الارقام الباقية من كام لكام؟ من 4 لحد 10. تمام. اجي اقول لك بقى الفرق بتاعها مع الاي. يعني شوف الارقام. ايه دي طبعا هي ايه؟ 1 2 3 صح؟ 1 2 3. تمام. الفرق بقى بينهم ايه؟ كل الارقام اللي هنا مش موجوده هنا. لو مش هلاقي ارقام، هلاقي ان كل الارقام اللي هنا تمام مش موجوده هنا. وبالتالي يطلع الناتج ايه؟ اوعى تسرع في الاجابه. يطلع الناتج ايه داش. ايه داش مش باي. ايه داش مش باي. خلي بالك من الحته دي. تمام. يطلع كل الارقام اللي هي مين؟ اللي هي ايه داش. تمام. سؤال 7 بيقول لي سيادتك ايه بقى؟ بيقول لي سيادتك ايه تقاطع البي داش؟ احنا كده كده جبنا البي داش مره صح؟ جبنا البي داش اللي هي ايه؟ 1 لحد 3، ثم 7 لحد الايه؟ 10. ده مين؟ ده البي داش. تمام. روح اعمل تقاطع مع الايه اللي هو 1 و2 و3. هلاقي ان هم بيتقاطعوا في ايه؟ 1 و3 اللي هي مين؟ الايه. تمام. الايه فرق بقى الايه داش. الايه فرق الايه داش يطلع معاك ايه؟ يطلع معاك ايه؟ تمام. موجود في ايه ومش موجود في داش، يبقى هي كلها اصلا ايه. تمام كده. طيب السؤال الاخير بقى اللي هو بيقول لك ايه تقاطع سي داش. سي داش اللي جايبينها مره 1 و3 و5 و7 لحد 10. تمام. دي سي داش. لما اعمل لك اتحاد مع الاي اللي هي 1 و2 و3، يطلع بس ايه؟ ان انت هتضيف الاثنين بس. تمام كده، تضيف الاثنين اللي هي من الاخر كام؟ 1 و2 و3 و5 وبعد كده 7 لحد 10. فرق بقى مين؟ فرق البي. البي اصلا هي كام؟ 5 و4 و6. يعني هتشيل من هنا الاربعه، اصلا كده كده الاربعه مش موجوده. تشيل الخمسه وهتشيل مين؟ كده كده السته مش موجود، يعني انت هتشيل بس الخمسه. يعني الناتج اللي يطلع بتاع دي عباره عن من 1 لحد 3. تمام. ومن 7 لحد مين؟ لحد 10. تمام. تعالى راجع الإجابات تحت بقى. احنا أول حاجة قام رايح فارد اليو. قال لك اليو دي عبارة عن 1 لحد 10. بعد كده قام قايل لك إيه؟ الإيه اتحاد البي. رايح جايب دي لوحدها بقت 4 و6. بعد كده قام جايب كلها على بعضها. فقام عامل لك إيه؟ نفس الأرقام اللي احنا طلعناها بالظبط. تمام. هتلاقي هنا برضه نفس الكلام زي ما احنا عملنا. جايب دي الأول الاتحاد الأول، بعد كده قام جايب التقاطع فطلعت دي. تمام. وهكذا كل الأسئلة هتراجعهم هتلاقي إيه؟ زي ما احنا حالين بالظبط. لو النادير من 1 لحد 3، ثم من 7 لحد 10 زي ما احنا على الريال نمبرز الأعداد الحقيقية. ده تاني جزء عندنا في المحاضرة. طيب الأعداد الحقيقية عندنا بنتكلم أول حاجة خالص عندنا وهم بدأوا في الأعداد. يقول لك إيه بقى؟ إحنا عايزين نعد الأشياء. فكان مثلا لو انا عايز اقول له روح عد الاشخاص اللي هناك دول، فكان بيروح يعد 1 2 3 4 5. تمام. فبدأ يعملوا قواعد للرياضة. فبدأوا أول حاجة خالص عندنا حاجة اسمها الكاونتنج نمبر، أعداد العد. الأعداد اللي إحنا كنا بنستخدمها في العد. بنعد مثلا أشياء معينة، بنعد كام شخص، بنعد كام شنطة، بنعد كذا حاجة. وبالتالي سميناها الكاونتنج نمبر. الكاونتنج نمبر اديناها رمز ال N، وقلنا ان ال N دي هي الناتشورال نمبرز او الكاونتنج نمبرز. تمام. لا اما كده لا اما كده. طيب اللي هي الاعداد الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها في الطبيعه، او الاعداد اللي احنا بنسميها اعداد العد اللي احنا بنستخدمها في العد اللي هو الكاونتنج نمبر او الناتشورال نمبر. تمام. طيب وبالتالي هي مين بقى؟ هي الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه لحد انفينيتي، لحد انفينيتي من لا ما لا نهايه يعني. تمام كده. طيب بدأوا يقول لك ايه؟ طب انا مثلا لو انا بعت شخص يعد لي الناس اللي موجوده هناك، تمام، ما لقوش ولا واحد هناك. تمام. فيقول لك ايه؟ يقول لك صفر من الاعداد، صفر من الاعداد، صفر زيرو. فسموا عندنا حاجه اسمها هول نمبرز. هول نمبرز هي الاعداد الكليه. تمام كده، الاعداد الكليه.
اللي هي من الآخر عبارة عن الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة. فبدأت المراجع تديها رموز، في مرجع يديهولك ان ستار، مرجع يديهولك ان نود، مرجع يديهولك دبليو اختصارا لهول نمبرز، ويقول لك ان هي في الاخر ان هي الناتشرال نمبرز بس هنميزها بالستار، او ان هي الناتشرال نمبرز ونميزها بالنود عشان تبقى فارقة عن ايه، عن الان دي. تمام كده؟ فدي كده اول نوعين ظهروا من الاعداد. يبقى عندنا الكاونتنج نمبر من واحد اتنين تلاتة، ثم بعد كده الهول نمبر 0 1 2 3 وهكذا. تمام. طيب بعد كده بدأوا يضيفوا الأعداد السالبة. بدأت تظهر عندنا الأعداد السالبة اللي بنسميها بعد كده إيه، من سالب من النهاية، سالب مش عارف إيه، سالب إيه، سالب إيه، سالب إيه، لحد سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0 1 2 3 وهكذا. تمام. فدي كلها بنسميها الانتجر نمبرز، الأعداد الصحيحة. تمام. وردينها رمز الزد. تمام كده، دي كده الأعداد الصحيحة. بدأ يظهر عندنا بعد كده الكسور. فقال لك بقى إيه؟ قال لك الكسور دي إحنا هنميز عندنا حاجة جديدة اسمها الراشونال نمبرز. الراشونال نمبرز دي رمزها Q. راشونال نمبرز هي الأعداد النسبية. طب أنا عشان أعرف العدد بتاعي ده نسبي ولا مش نسبي، قال لك بص بقى الشرط بتاع إيه؟ Any number can be expressed as a fraction. fraction بتاعي A divided to B، يعني عبارة عن إن العدد بتاعي أقدر أمثله وأعبر عنه في صورة بسط ومقام، والبسط integer numbers والمقام integer numbers، وبحيث إن المقام بتاعي B not equal 0، ما بتساويش 0، لأنها بتساوي 0 هتبقى إيه؟ undefined، غير معرفة. تمام كده؟ بالتالي أي رقم أقدر أمثله في صورة بسط ومقام، واللي فوق رقم صحيح واللي تحت رقم صحيح، ده نقول عليه rational numbers، رقم نسبي. زي مثلا الاتنين، ما هو الاتنين دي في الآخر اتنين على واحد، صح؟ وبالتالي اللي تحت ده integer numbers واللي فوق integer numbers، وبالتالي ده إيه؟ ده rational numbers. 3 على الاتنين، التلاتة فوق integers والاتنين تحت integers، يبقى ده برضو rational numbers. سالب 1 على 5 integer number فوق وinteger number تحت، وبالتالي الرقم ده عبارة عن rational numbers. الواحد، ما الواحد ده يا فندم عبارة عن 1 على 1، صح؟ الواحد ده integer numbers والواحد ده integer numbers، وبالتالي ده rational numbers. السبعة، ما السبعة عبارة عن 7 على 1 وهكذا. اللي تحت بقى integer numbers واللي فوق integer numbers، وبالتالي ده rational numbers. سالب 8، ما سالب 8 عبارة عن سالب 8 على 1. تمام؟ وهكذا. هتلاقي ده rational numbers. الربع فوق integer numbers وتحت integer numbers، وبالتالي كل الكلام ده يا فندم عبارة عن rational numbers. امال مين بقى الأعداد الغير نسبية؟ الأعداد الغير نسبية اللي هي irrational numbers، ادينا لها رمز Q داش. قال لك any number can't be expressed as a fraction، ما اقدرش امثله عبارة عن بسط على مقام، والبسط integer والمقام integer. يعني أي حاجة غير كده لو ما تطبقش الكلام ده يبقى هي في إيه؟ يبقى هي irrational numbers. تمام؟ يبقى الرقم في الآخر، أي رقم حقيقي في الآخر لا إما هيكون rational numbers لا إما هيكون irrational numbers. ما حققش الشرط ده يا فندم يبقى irrational numbers، حققه يبقى rational numbers. دي من الآخر. تمام؟ على سبيل المثال جذر 2 يا فندم. جذر 2 ده لو انا قلت ده جذر 2 ده عباره عن جذر 2 على 1، صح كده؟ تحت انتجر نمبرز انما فوق مش انتجر نمبرز. جذر 2 ده طيب هيطلع في الاخر ايه؟ هيطلع في الاخر كسر، واحد وشويه او 2 وشويه، واحد وشويه، يبقى عباره عن واحد وكسر. تمام. يبقى في الاخر مش انتجر نمبرز، وبالتالي الرقم ده مش راشونال نمبرز. جذر الثلاثه نفس الكلام، جذر 3 عباره عن جذر 3 على 1. الواحد ده انتجر نمبرز، انما جذر 3 يا فندم مش انتجر نمبرز، يطلع برضو واحد وكسر. تمام. جذر 5 نفس الكلام، يطلع 2 وشوية على 1. تمام. الواحد انتجر نمبرز بس اللي فوق مش انتجر نمبرز، وبالتالي يا فندم ده ايه؟ ده مش راشونال نمبر، وهكذا بقى. عندنا حاجة اسمها الاي ده يا فندم عبارة عن 2.71. تمام كده، وشوية كسور كده، وبالتالي الرقم ده لو انا قسمته على واحد هيطلع في الاخر اللي تحت انتجرز انما اللي فوق مش انتجرز، وبالتالي الاي الباي دي مش 22 على 7. يعني الباي المفترض ان احنا بنعوض عنها ب 22 على 7، لكن ده تقريبي، قيمه تقريبيه. هي نوت 22 على 7، هي مش 22 على 7 بالظبط، هي هتلاقي ايه في شويه كسور كده في البدايه، وبالتالي الباي هي مش ايه؟ هي مش انتجر نمبرز. تمام كده يا فندم؟ قصدي مش راشونال نمبرز، هي irrational نمبرز، سواء الباي سواء الاي سواء الجذور اللي انا مديها لك دي كلها، كل الكلام ده يا فندم irrational نمبرز. يبقى irrational نمبرز عدد لا يمكن كتابته، كتبها لك بالعاميه عدد لا يمكن كتابته على صوره بسط ومقام، ويكون البسط والمقام ارقام صحيحه. وبالتالي الريال نمبرز كلها، الارقام الحقيقيه كلها اللي هي رمزها ار،
عبارة عن الكيو اتحاد الكيو داش. تمام كده؟ كل الأرقام سواء نسبية أو غير نسبية بتبقى ريال نمبرز. خلي بالك بيقول لك نوتس هنا، بيقول لك الزد لو اتحطت عليها بلس فهنا يعني بوزيتيف انتجر، يعني من الآخر 1 و2 و3 و4 وهكذا. تمام. الزد لو اتحطت عليها نيجاتيف يبقى نيجاتيف نمبر، -1 -2 -3 وهكذا. تمام كده لحد سالب انفينيتي. وبالتالي الزد عندنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن زد موجب، تمام، اتحاد الزد السالب، اتحاد مين؟ اتحاد الصفر، إن الصفر معايا في الأعداد الإيه؟ الصحيحة. خلي بالك من الكلام ده. طيب طب إحنا ليه بقى بنقول بندرس الأعداد بقى؟ قال لك دي ملحوظة مهمة أوي خلي بالك منها. ليه دراسة الأعداد دي مهمة بالنسبة لنا؟ أحيانا في السؤال يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك مثلا حل السؤال ده 2x + 3 = 1. وقال لك كده على جنب كده x belong to مين؟ ال n. يبقى هنا الإكس بتنتمي للN، الN دي فاكر هي مين؟ الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة وهكذا صح؟ يا فندم. لما اجي احل السؤال ده الاقي 2 اكس وديت 3 الناحيه التانيه بشار مخالفه يساوي -2، تطلع اكس معاك بكام؟ بنيجاتيف 1 -1. -1. هل -1 دي يا فندم جوه المجموعه بتاعتي، مجموعه الحل بتاعتي اللي اكس بتنتمي ليها؟ قال لك لا، ده انت عندك اكس المفروض تنتمي ل 1 2 3 لحد ايه؟ لحد انفينيتي. يبقى -1 مش موجود معايا في الحاله، وبالتالي اكس ايكوال مين؟ اكس ايكوال 5. لو انا ما عنديش المعلومه ان دي هي الأعداد الطبيعية أو أعداد العد اللي هي 1 2 3 لحد انفينيتي، هنا هقوم طلع إكس ب1 ويبقى أنا كده إيه حليت السؤال غلط. يبقى أنا هنا إكس مفترض بتيكوال 5 بيكوز لأن حضرتك قلت لي إن إكس تنتمي لمين؟ تنتمي لإن. تمام كده؟ طيب لو أنا جيت مثلت الأعداد بتاعتي اللي هي الريال نمبرز على الفين دياجرام، هلاقي إن الفين دياجرام ده هو اليو دي كده المستطيل بتاعتي ده الريال نمبرز كلها. وقلت لك الريال نمبرز دي عباره عن الراشونال نمبرز وراشونال نمبرز. تمام. والراشونال نمبرز الاعداد النسبيه جواها انتجر نمبرز. تمام. والانتجر نمبرز جواها الهول نمبرز. والهول نمبرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن الناتشورال نمبرز اتحاد مين؟ اتحاد الزيرو. تمام كده ده اللي احنا قلناه فوق. طيب في بقى عندنا الحاجه الثالثه اللي نتكلم عنها النهارده في المحاضره النهارده ان شاء الله، وهي الانترفلز، الفترات. الانترفلز يا فندم بنعرفها او بتكون شكلها بالشكل ده كده، عباره عن تو السكوير براكتس. بنستخدم السكوير براكتس عشان نعرف او نعبر عن الانترفلز، الفترات. تمام. هلاقي ان في حاجه مهمه برضو قوي، ان انا عندي هنا الاولاني ده بيبقى السمول نمبرز والتاني بيكون اللارج نمبرز. يعني حضرتك لو انت بتكتب فتره تقول لي هنا الرقم الصغير لا يكن 2، وتقول لي هنا ال5 لا يكن ده الرقم الايه؟ الكبير. تمام. ما ينفعش تعكس. يبقى انا بركز قوي في الموضوع ده ان هنا سمول نمبرز وهنا اللارج نمبرز. طيب الفترة دي بنقول عليها closed interval، فترة مغلقة. ليه مغلقة؟ لأن أنت عندك أنت قافلها من ناحيتين، من الناحية دي ومن الناحية دي. تمام؟ إنما لو أنا فاتح من هنا أو من هنا بنسميها half closed interval، فترة نصف مغلقة، إن أنت قفلتها من ناحية واحدة. أو بنقول عليها half opened interval، فترة نصف مفتوحة، إن أنا فتحتها من ناحية واحدة. وبرضه ملتزم بالقاعدة بتاعتي اللي هنا السمول نمبرز وهنا اللارج نمبرز، هنا السمول نمبرز وهنا اللارج نمبرز. ده مهم جدا في الأساسيات بتاعتنا. تمام. فترة بقى عندنا open interval، فترة مفتوحة، بتكون مفتوحة من ناحيتين برضو، هنا السمول نمبرز وهنا اللارج نمبرز. تمام كده؟ طيب الفترات بقى بتتميز عن المجموعة في ايه؟ احنا قلنا المجموعة قبل كده كانت عبارة عن elements صح؟ وكل elements انا كنت بقدر يعني اقول مثلا ايه الفترة دي كنا بنميزها بالكيرلي براكت، المجموعة كنا بنميزها بالكيرلي براكتس، ويكون بيبقى جواها مجموعة من elements، وكل element ايه؟ انا عارف الاليمنتس الموجودة جواها صح؟ عارفها. 1 و2 و3 واقدر افصلهم عن بعض. تمام كده. انما هنا يا فندم الفتره فيها عدد لا نهائي من العناصر. على سبيل المثال لو انا خدت فتره مثلا 2 و5، فهي تحتوي على جميع العناصر اللي بين الاثنين والخمسه اللي عددهم ما لا نهايه، فيما بينهم الاثنين والخمسه لانها فتره مغلقه. ده تمثيلها على خط الاعداد من 2 ل5، وانا قفلت عند الاثنين وقفلت عند 5 لانها فترات ايه؟ مغلقه. تمام. فلما اجي اسالك سؤال قال لك مين اول عنصر في فتره؟ تقول لي الاثنين. طب مين تاني عنصر في فتره؟ تقول لي ما اعرفش. ليه؟ لان مش 2 1 من 10 ولا 2 1 من 100 ولا 2 1 من 1000 ولا 2 1 من مليون وهكذا. عشان كده نقول ايه؟ نقول ان عدد العناصر داخل الفتره ما لا نهايه، عددهم ما لا نهايه، ما تقدرش تقول لي كام عدد. على عكس المجموعه تقدر تقول لي المجموعه دي فيها كام element. تمام كده؟
طيب لو انا جيت قلت لك 2 ل5 وعملت لك بالشكل ده، ساعتها تيجي عند الاثنين وتقوم فاتحها لي، عامل اوبن سيركل كده، دايره مفتوحه، وتقوم فاتح لي الجزء ده. هنا بيعرفك ان الاثنين doesn't belong to الايه الفتره من 2 ل5. تمام، دي doesn't belong to، مش ما بتنتميش للاثنين والخمسه. طيب لو انا عملت لك هنا open intervals، يبقى هنا الاثنين والخمسه doesn't belong to. تمام كده، ما بينتموش لمين؟ ما بينتموش للمجموعه دي. تمام كده. طيب دايما هتلاقي الفترات بتاعتك مرتبطة بالمتباينات، الانيكواليتيز، متباينات. فالمتباينات بتتعرف بأربع حاجات أساسية، يا إما greater than، أكبر من. احنا دايما بنبتدي من هنا، ده أكبر من ده وأنت بتنطق في اللغة عامة في الماس، احنا بنبدأ من ناحية الشمال لليمين، لأن احنا بنتكلم باللغة الإنجليزية. تمام، فبالتالي نقول ده greater than ده. تمام، عشان كده نقول الرمز ده هو greater than، الرمز ده هو greater than or equal to، يعني أكبر من أو يساوي. هنا less than، ده less than ده. تمام كده، أو less than or equal to، يعني أقل من أو يساوي ده. فدي كده الأربع حاجات الموجودة في الانيكواليتيز، اللي هي الإيه؟ المتباينات. فلما أجي أقول لسيادتك x أكبر greater than or equal to واحد، ده بيكون التمثيل على خط الأعداد بتاعك بالشكل ده كده. أجي عند الواحد ومقافل وأقول لك إيه؟ أكبر من، يبقى أنا أمشي لحد الانفينيتي. تمام كده؟ طيب نكتبها على فترات ازاي؟ يبقى من واحد مقفول عشان قلت لي ايكوال، ولحد الانفينيتي مفتوح. تمام، دايما هتلاقي الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي الاثنين بنعملهم ايه؟ الاثنين بنعملهم مفتوح. تمام كده. طيب الاكس اقل من الليس ذان الايه؟ نيجاتيف 7. تمام كده، يبقى عندي النيجاتيف 7 اهو، عملت اوبن سيركل عشان انت ما قلتليش ايكوال هنا، وبالتالي النيجاتيف 7 مش معايا، هي ايه؟ مش معايا في بتاعه، وبالتالي ما معايش لحد مين؟ سالب نيجاتيف، نيجاتيف انفينيتي. تمام كده. تمام، لو جيت قلت لك اكس موجوده ما بين التلاتة والعشرة، حاجه بالشكل ده كده، يبقى انا همثلها ازاي؟ يبقى هنا في ايكوال، هنا في ايكوال، يبقى الاكس بيلونج تو مين؟ التلاتة والعشرة. خلي بالك الاتنين مقفولين عشان انت قلت لي هنا ايكوال وقلت لي هنا ايكوال. تمام، وبالتالي لما اجي امثلها خلي بالك الفترة هنا ايه؟ مقفولة عند التلاتة ومقفولة عند العشرة، التلاتة والعشرة معايا. تمام، قلنا في يساوي هنا. تمام كده. كذلك الاتنين والخمسة، بس هنا الاتنين مفيش يساوي، وبالتالي هفتح عند الاتنين زي ما أنا عامل كده بالظبط، وهاجي عند سالب واحد والواحد. هنا الاتنين إيه؟ هنا الاتنين أوبن سيركل عشان لا السالب واحد ولا الواحد معايا. تمام كده، ده بس بنعرفك إزاي بترسم الفترات وإزاي بتكتبها يعني. تمام كده، ده حاجة بسيطة خالص. طيب بيقول لك بقى إن الفترة بتاعة الريال نمبرز بتكون الأرقام كلها ما بين مين ومين؟ سالب انفينيتي لحد انفينيتي، موجب انفينيتي. تمام كده. طيب يبقى اذا بالنسبه لي الريال نمبرز اللي هي الار بتيكوال مين؟ الانترفلز من نيجاتيف انفينيتي الى انفينيتي، ودي بنقسمها الى ار بلس وار ماينس وار ستار. الار بلس دي عباره عن فتره من الزيرو لحد انفينيتي، والزيرو عندي اوبن سيركل مفتوح، مش معايا في الفتره، خلي بالك. والار ماينس من سالب انفينيتي، قلت لك نكتب السمول الاول ثم الكبير، بعد كده الصفر اكبر. وبالتالي اللي طبعا ده كده كده بنعمله مفتوح، اللي هو السالب انفينيتي ده بنعمله مفتوح، والصفر هنعمله مفتوح لانه مش معايا في الفتره بتاعه السالب. ثم الار ستار عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ار كلها فرق مين؟ فرق الصفر، يعني شيل من الار كلها الصفر، يبقى انت كده عملت ار ستار، اللي هي من الاخر مين ومين؟ اللي هي من الاخر دي تحاد دي، اللي هي ار بلس تحاد الار ماينس. اوكي، وبالتالي ار بلس تحاد ار ماينس تحاد الزيرو دي بيديك مين؟ بيديك الار، انما الاثنين دول مع بعض يدوك مين؟ يدوك الار ستار. تمام كده، خلي بالك من الاساسيات دي لانها حاجات مهمه جدا. طيب الجزء الرابع عندنا النهارده ان شاء الله هو الاكسبوننتس، الاسس. يقول لك الاسس ده او الاس ده بيتل يو، بيخبرك how many times a number is multiply by itself، تخبرنا كم عدد المرات اللي هنضرب فيها الرقم في نفسه. يعني مثلا لو جيت قلت لسيادتك 2 أسر 3، تمام كده، ده يعني ان انا هضرب الاتنين في نفسها عدد الاس، اللي هو عدد 3 مرات، يعني 2 في 2 في 2. تمام كده. طيب
ده كده اللي ما يخبرنا بيه الاكسبوننت اللي هو الأس. طيب الجنرال فورم للاكسبوننتس ايه؟ بيجي يقول لك سيادتك ايه؟ ان انت عندك بيبقى ايه ده رقم، وان ده رقم. الايه ده هنسميه البيز الاساس، والان ده هنسميه الاكسبوننت او هنسميه الباور اللي هو من الاخر مين؟ الاس. على سبيل المثال لو جيت قلت لك 2 اس 3، ده يعني ان حضرتك بتكرر الاثنين عدد مرات الاس اللي هو 3 مرات، نضربهم في بعض 3 مرات لان الاس كام؟ اس 3. تمام. 2 اس 2 بضرب الاثنين في نفسها مرتين لان الاس ايه؟ 2. 3 اس 2 بضرب في 3 في نفسها مرتين لان الاس كام؟ 2. تمام كده. طيب نيجي بقى يا باشا النوتس نخلي بالنا منها. قال لك ايه بقى؟ قال لك الاي اس ان. الاي اس ان دي لو الان بتاعتك بتنتمي للانت اللي هو الان اللي هو الناتشورال نمبرز اللي هو الزد بوزيتيف، تمام كده، اللي هو الاعداد اللي هي 1 2 3 لحد انفينيتي، الاعداد الصحيحه الموجبه، ساعتها هننفذ القاعده اللي بقول لك عليها. لو عندي مثلا 4 اس 2 ده معناه اضرب الاربعه اللي هي البيز في نفسه عدد مرات الاس اللي هو ايه؟ اللي هو 2. يعني الاربعه اضربها في 4، يعني ايه؟ كررت الاربعه ضربت الاربعه في نفسها مرتين عشان الاس كام؟ 2. تمام. امال لو ان دي بتنتمي لزد نيجاتيف اللي هو سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 لحد سالب انفينيتي، تمام. ساعتها ايه اللي يحصل؟ على سبيل المثال جيت قلت لك 4 اس سالب 2. قال لك ايه يا فندم؟ قال لك السالب ده احنا عايزين نتخلص منه عشان ننفذ القاعده بتاعتنا. قال لك الاربعه دي ما هي 4 على 1 صح؟ قال لك اقلب البيز يعني خليه 1 على 4. تمام كده قلبناه. بعد ما قلبناه قال لك شيل النيجاتيف ده خالص يبقى اس 2 ونفذ القاعده بتاعتك اللي هي هتبقى عباره عن كام؟ اضرب البيز في نفسه عدد مرات الاس يبقى ربع في ربع، لان انا ايه؟ الاس عندي 2. تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. طيب انا كده قلت لك الاعداد الصحيحه كلها من الواحد اللي هو الاعداد الصحيحه الموجبه والاعداد الصحيحه السالبه. يتفضل الصفر، يتبقى مين؟ يتبقى الصفر. لو الان بتاعتك بيساوي صفر ده معناه ايه؟ اس صفر ده معناه بواحد. اي رقم اس صفر قيمته بواحد، وبالتالي عرفتك تتعامل ازاي مع الاس في حاله الارقام الصحيحه البحت سواء كان سالبه او موجبه او الصفر. حلوه. يتفضل عندنا الاعداد النسبيه اللي هو من الاخر الكسور. لما اجي اقول لسيادتك 4 اس 3 على الاربعه، الحاله دي نتعامل معاها ازاي؟ قال لك في الحاله دي يا فندم لو ان دي بتنتمي للكيو اللي هو الاعداد الراشونال نمبرز، ساعتها بتقول لك يبقى شوف يا باشا ال الرقم اللي في المقام تحت اللي هنا 4 صح؟ قال لك ارفعه يبقى جذر 4. يعني الاربعه ده نخلي يبقى ايه؟ تبقى جذر 4. حلو قوي. جذر ايه؟ جذر الرقم اللي تحت جذر 4. لو هنا 3 يبقى جذر 3، لو هنا 5 يبقى جذر 5. تمام كده. والتلاتة دي ارفعها لأس البيز، يبقى 4 أس 3. مثال تاني، لو جيت قلت لك 4 أس 2 على 3 يبقى الجذر 3 أهو يا فندم، ثم 4 أس مين؟ أس 2. تمام. جوه 4 أس 2 يبقى ده بيتحول للشكل ده. تمام كده. وروح بقى إيه أحسب الجذر عادي جدا. 4 أس 3 دي عبارة عن 4 في 4 في 4، ثم بروح أحسب الرقم ده أشوفه بكام، ثم بحسب الجذر الرابع ليه عادي جدا. تمام كده. دي كلها قواعد اساسيه للايه؟ للاكسبوننت الاس. تمام. انا هنا يا محمد كمان قلت لك المعلومه قلت لك لو ان بزيرو ده معناه ان ايه اس زيرو ده معناه ايكوال 1. حتى لو ايه دي مين؟ اي حاجه اس زيرو ايكوال 1 ما عدا لو الاي دي بزيرو. يعني لو ايه نفسها بزيرو يبقى ايه زيرو اس زيرو، يبقى ساعتها ايه الرقم ده undefined غير معرف. undefined. اوكي تمام. بيقول لك بقى basics rule اوف الاكسبوننت، قواعد اساسيه في الاس. لو انا عندي البرودكت رول قاعده الضرب سيم بيس ذا سيم بيس، تمام كده. البيز عندي اللي هو ايه صح؟ هنا لو انا عندي هنا ايه وهنا ايه يعني الاثنين ايه ذا سيم بيز تمام. بس ده مرفوع لباور ان وده مرفوع لباور ان، ساعتها بنجمع الاسس، بنجمع الاكسبوننت، بنجمع الباور. فساعتها الناتج يبقى ايه؟ نزل البيز عادي اللي هو الايه، ثم الباور عندك الام بلس الان، نجمع الاسس. على سبيل المثال لو جيت قلت لسيادتك 3 باور 2 ملتبلاي 3 باور 4، ساعتها البيز 1 اللي هو 3، ثم بنزله عادي زي ما هو اللي هو 3. تمام كده. ثم بعمل ايه؟ باد الاثنين والاربعه يبقى كده ايه؟ 6، يبقى 3 اس 6. تمام كده. على سبيل المثال مره اخرى 2 باور 3 ملتبلاي 2 باور 2، ساعتها بنزل البيز اللي هو الاثنين
وبرفع الباور بتاعي يبقى 3 بلس 2 يبقى كام؟ يبقى 5، يبقى 2 باور 5 equal 32. القاعدة التانية عندنا هو الكوشنت رول the same base برضه، قاعدة القسمة لنفس الأساس. لو أنا عندي A هنا ونفس الرقم تحت اللي هو برضه A، يبقى أنا كده عندي مين؟ البيز 1 أقوم منزله، والأس دي مرفوعة لأس M ودي مرفوعة لأس N، يبقى بطرح مين؟ الأسس، يبقى بنزل ال A زي ما هي وبطرح مين؟ M minus N. تمام كده؟ على سبيل المثال لو قلت لك 2 باور 5 divided 2 باور 2، الكلام ده بيكوال ايه؟ بنزل البيز اللي هو ال 2 تمام كده، وبرفع الباور بتاعي 5 minus 2 اللي هو كام؟ 2 باور 3 بيكوال 8. تمام كده؟ طيب power of a power، قاعدة الأس للأس. لو أنا جيت قلت لسيادتك A دي مرفوعة لباور M، الكل مرفوع لباور N، الكلام ده بيكوال مين؟ A باور ال M multiply ال N، بروح أضرب ال N في ال M وبدل الأس بتاعي يبقى A باور ال N في ال M. على سبيل المثال لو قلت لك 2 باور 3 كل باور 2، فده بيكوال مين؟ بيكوال 2 باور 6، 2 في 3 تمام كده، اللي هو بيساوي في الآخر كام؟ 64. طيب الباور برودكت، لو انا عندي A في B تمام، والكلام ده مرفوع لباور N، فساعتها ال N دي هيتم توزيعه على ال A ويتم توزيعه على ال B، فيبقى بيكوال A باور N ملتبلاي ال B باور ال N. تمام، وزعت ده هنا وده هنا ويبقى الضرب ينزل زي ما هو عادي جدا. تمام كده مفيش أدنى مشكلة. 2 في 3 يبقى 2 أس 2 في 3 أس 2، وزعت الاتنين دي هنا وزعت الاتنين دي هنا، كده كده الضرب ينزل زي ما هو. تمام كده. قاعدة القسمة بقى، الأس القسم power of a quotient، اللي أنا قلت لسيادتك A divided 2P كل مرفوع لباور N، فده بيكوال A باور ال N على P باور ال N. تمام كده، كأني برضو وزعت ال N هنا ووزعت ال N هنا ونزلت القسمة زي ما هي. لو قلت لك على سبيل المثال 2 divided 2 3 كل مرفوع لباور 2، فده بيكوال 2 باور 2 على 3 باور إيه؟ باور 2. أوكي؟ طيب عندنا سبيشال كيس، حالات خاصة. لما يجي يقول لي سيادتك احنا قلناها مرة بنكررها تاني، لو انا عندي ال A باور 0 بيكوال 1 تمام، أي حاجة غير الصفر، إنما لو صفر هنا يبقى undefined إيه؟ غير معرف. طيب لو أنا عندي نيجاتيف اكسبوننت تمام A سبار N سبار نيجاتيف N، فساعتها قال لك اقلب ال A ده عبارة عن إيه على واحد، تمام، خليه واحد على ال A تمام، وارفع الكلام ده لباور N، يعني تبقى واحد على A، الكلام ده كله يبقى باور ان، ولما اروح اوزع ال ان هنا واوزع ال ان هنا فيطلع واحد باور ال ان اللي هو بواحد على ال a باور ال ان اللي هي مين؟ اللي هي دي. يعني من الاخر كده نزلها تحت وغير الاشاره وخلاص. تمام كده؟ طيب دي نيجاتيف اكسبوننت يعني قاعده. طب لما يجي يديك مثلا حاجه بالشكل ده، يديك مثلا 5 روتس اللي هو الجذر الخامس تمام كده، وتحت مديك اكس بلس اكس بلس 2 كل باور 3، فده بإيكويفالنت تو بيكافئ مين بقى؟ قال لك نزل دي عادي جدا. فاكر القاعده دي احنا قلناها اصلا قبل كده في الاول، قلنا اكس بلس 2 كل مرفوع لتلاتة، وخلي التلاتة دي مقسومة على كام؟ على 5 لأن ده الجذر. فاكر لما احنا كنا بنحول دي؟ كنا بنحولها ازاي؟ قلت لك اعمل الجذر الخامس، اعمل الجذر اللي تحت، بعد كده هتنزل اكس بلس 2، الكلام ده مرفوع لمين؟ مرفوع لأس 3. دي القاعدة اللي احنا كنا قلناها فوق، فده هو مين؟ هو ده. لو انا عايز ارجعه يبقى بيرجع بالشكل ده كده. تمام كده؟ طيب الأس بيتوزع في الضرب، لو أنا عندي A باور ال N ملتبلاي P باور ال N، فساعتها أنا ممكن أجمع الاتنين طالما هما أس واحد، يبقى A ب P والكل باور N، لأن كده كده أصل لو أنت وزعت دي ونزلت الضرب هتلاقي هي دي هي إحنا عكسنا بس. تمام كده؟ مديك مثال بقى، هو بيقول لي سيادتك ايه؟ لو انا عندي 3x باور 5 y باور 2 divided to 4x باور 3 y، الكلام ده بيكوال ايه؟ قال لك حلو قوي، هنجمع الارقام على بعضها يبقى 3 divided to 4 تمام اهوت، ثم هلاقي ان انا عندي هنا x باور 5 على x باور 3، هنعمل ايه؟ ننزل البيز اللي هو الاكس ونطرح الباورز اللي هو 5 نيجاتيف 3 يعني كام؟ او ماينس 3 اللي هو ب2 في الاخر، والواي هنعمل نفس الكلام فيها واي باور 2 على واي يبقى الاتنين ماينس 1 اللي هو بكام؟ بواحد. تمام كده؟ بالتالي دي
الاختصار بتاع ده. انا بس براجع الاساسيات معاك كده في اول محاضره عشان نبقى ايه، نبقى مظبطين الدنيا من الاساس خالص. تمام. لو انا عندي x بلس 2 x بلس y، الكلام ده باور 2، الكلام ده نوت ايكوال، خلي بالك ما بيساويش x باور 2 بلس y باور 2، الكلام ده لا يساوي الكلام ده. يعني انت ما تجيش توزع لي الاثنين هنا وهنا وتقوم منزل لي اشاره الجمع، الكلام ده يحصل في المالتيبليكيشن والديفيجن، انما ما يحصلش في البلس ولا الماينس. خلي بالك ما يحصلش لا في البلس ولا في الماينس. امال فكت دي ايه؟ فكت دي يا فندم بقول لك اول حاجه ربع الاولاني يبقى x باور 2 بلس ربع التاني y باور 2 بلس 2 الأول في التاني. تمام، 2 في y في x 4. تمام كده، يبقى دي الفكة بتاعتي. ما تجيش تقول لي دي، يبقى كده في ناقص ترم اللي هو 2 x y. تمام كده، خلي بالك معلومات. طيب لو أنا هفك دي إلى x زائد 1 مضروبة في x زائد 1، هنا بقوس أس 1 وهنا بقوس أس 1. تمام، دي هي دي. أنا عايز أفك الكلام ده عشان أثبت إن دي هو نفس اللي هيحصل معانا. قال لك ايه بقى؟ قال لك قاعدة لما تيجي تضرب أقواس في بعضها روح اضرب الأولاني في الأولاني، يبقى إكس في إكس بإكس تربيع أهو. تمام، اضرب الأولاني في التاني يبقى إكس في واي. تمام، اضرب التاني في الأولاني يبقى إكس واي في إكس اللي هي إكس في واي برضه عادي، الواي في الواي الأولاني التاني في التاني يبقى إيه؟ واي سكوير. الاتنين دول هما إيه؟ 2 إكس واي، يبقى عندي إكس سكوير تمام أهيك، عندي واي سكوير اهيك تمام، عندي 2 اكس واي اللي هي تمام كده، فدي هي دي. تمام، عايز بقى افك مثلا حاجه بالشكل ده، اديني اكس بلس واي، دي اخر حاجه في المحاضره ان شاء الله يا جماعه، اكس بلس واي الكل باور 5. عايز افك دي، فك دي عباره عن اكس بلس الواي تمام في اكس بلس الواي باور 2 في اكس بلس الواي باور 2، هلاقينا 2 و2 1 يبقى جمعوا لي كام؟ 5. تمام كده، اروح افك دي واروح افك دي تمام كده، واروح اضربهم في بعض يقوم يطلع لك مين؟ القوس الجميل ده اللي هو اكس. عايزك تعملها انت في البيت بقى. تمام، انا فكيت ده لو اكس تربيع زائد 2 اكس واي زائد واي تربيع، وده نفس الكلام اكس تربيع زائد 2 اكس واي زائد واي تربيع، واروح اضرب ده في ده بنفس القواعد اللي احنا عارفينها، اضرب الاولاني في ده والاولاني في ده والاولاني في ده، بعد ما تخلص الاولاني روح امسك التاني اضربه في الاولاني، اضربه في ده اضربه في ده، وبعد ما تخلص ده يبقى روح امسك ده اضربه في ده اضربه في ده واضربه في ده، وجمع يا باشا يطلع لك مين؟ اللوكشه الجميله دي. بعد كده روح اضرب اللوكشه الجميله دي في اللوكشه الجميله دي اللي هو اكس بلس واي، هتاخد الاكس تروح تضربها في كل element اللي هو اكس باور 4 واللي هنا، وتروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي. تمام، بعد كده تقوم واخد الواي تروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي تروح تضربها في دي تروح تضربها في دي وتروح تضربها في دي، وفي الاخر تجمع كل حاجه يطلع لك مين؟ يطلع لك في الاخر ناتج. تمام كده، يبقى الناتج ده هو مين؟ فكة الاكس بلس واي الكل باور 5. وبالتالي بعرفك ازاي ان انت تفك اي كورس. يبقى احنا كده وقفنا لحد النهارده كده ان احنا خدنا الاسس، خدنا الانترفالز، خدنا الانيكواليتيز متباينات، خدنا السيتس المجموعه، خدنا مجموعه من التوبكس المهمه جدا في الفاندمنتال اوف ماس. تمام كده، كده ده اخرنا في المحاضره باذن الله.